ودي يا حبايبي بعد ما طلعتها من الازازه، بصوا ما شاء الله، بصوا الفرخه، بصوا اتفتحت ازاي، بصوا ما شاء الله. وبصوا الميه انا مش قادره امسكها عشان سخنه. بصوا هي عماله تطلع دخان، الميه اللي انا كنت حطاها زي ما هي، بصوا. والازازه اهي ولا فرقعت ولا اي حاجه. ونزلت الصوص كلها هي، بس انا زودتها نص كوبايه ميه وهي في الفرن. وبقيت اخد من الصوص واحط لها بالكبشه كده اهو عليها وهي في الفرن. قعدت قد ايه في الفرن؟ قعدت بتاع ساعه وربع. بس انا يعني انا اول مره اعملها، هي المفروض تقعد ساعه، عشان كده اتحرمشت شويه. بس الحرمشه بتاعتها مش حرق، ده حرمشه حلوه، احنا بنحب الحرمشه دي. فطبعا ايه، لو كان عجبكم الفيديو انا بقى نكمل بقى، نحط لايك. يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال. قبل ما ابدا الفيديو نصلي على النبي ونذكر الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم بارك في اي حاجه بنعملها، اللهم بارك في اي حد يحط لايك ويشترك في القناه. النهارده حبايبي تالت يوم من الرجيم السحري بتاع اللي انا بتاع سالي فؤاد. انسانه، يعني الانسان دي بحبها جدا. انا فعلا جربته من سنتين وجيب معايا نتيجه جامده، ودلوقتي لما زدت بعد العيد قلت هجربه، فانا جبت لكم فيديو. بس انا كنت مش فاكره قوي، فانا كنت قلت لكم دخلوا تفاح او برتقال، لا طبعا انا شفت الفيديو وقلت بقى ايه، لا انا هقوله لكم بالظبط بقى. النهارده تالت يوم، كان يومين سمك. اول يومين ده بقى تالت يوم، اخر يوم في الرجيم. ما ينفعش تعمليها 4 ايام عشان جسمك هيبطل الحرق. فدون ايه فطرنا النهارده؟ ايه، بيضتين مسلوقين، حته جبنه قريش، بس انا هاخد نص ديا، وخيارتين متقطعين. هو ده فطارنا. وقبل الفطار بتعملي ايه؟ كوبايه ميه عليها عصره ليمونه، عليها معلقه عسل، هي دي بتديكي طاقه وحيويه. وبعد كده هون بقى يدون فطار. طبعا الغدا، طبعا اي حاجه مشويه، اي حاجه مسلوقه، فراخ مسلوقه، فراخ مسلوقه، بس مع طبق سلطه. يعني الرجيم ده بيعتبر ايه، بروتين مع خضروات. خضروات ايه؟ خضروات الخضراء، مش حاجات حمراء خالص. يعني ما تدخليش قوطه، ما تدخليش الحاجات دي. فطبعا النهارده هنعمل غدانا ايه بقى؟ يعني ده فطارنا، لسه هنفطر اهون. انا شربت العسل خلاص، شربت مش يعني انا يعني كنت لسه يعني نسيت وشربتها بقى. النهارده هعمل لكم في الفراخ المشويه. دي فرخه عباره عن 2 كيلو الا ربع كده. هعملها لكم فراخ المشويه اللي في الازازه. منها طريقه حلوه هعلمها لكم، ومنها طريقه تنفع للدايت وتنفع لليوم الرجيم بتاع الصيام الثلاث ايام السحري. وهنبدا بقى من بكره الصيام المتقطع، اللي هو صيام ايه، صيام 12 من 12 ل 16 ساعه. وهقول لكم برضو هناكل ايه. الاكل طبيعي عادي برضو. الفطار كده اهو، في فول، في بدل البيض ممكن 5 معالق فول، وحته جبنه قريش، وخيارتين، ممكن بتنجانيه مخلله مع الفول بس مسلوقه مش مقليه. هنمنع الزيوت. هناكل من اكل اهل البيت عادي، بس بدل ما ناكل طبق رز تاكلي 7 معالق رز، من 7 ل5 معالق رز، من 5 ل7 معالق رز، او مكرونه مع خضار، مع طبق سلطه، خضروات كتيره. ادي خضروات زي ما انت عاوزه. فطبعا تالت يوم بقى في الصيام في الرجيم السحري بتاعي. اول يومين كان سمك مشوي، وكان بيض وجبنه قريش وزبادي بالليل. كوبايه زبادي طبعا العشاء، كوبايه زبادي عليها عصره ليمون. ما بتحبيش الزبادي، كلي بيضايه او بيضتين مسلوقين مع حته جبنه قريش، نفس الفطار. ماشي. انا دلوقتي هروح بقى افطر، وهاجي لكم نتبل الفرخه واقول لكم التتبيله ايه وهنعملها ازاي خطوه بخطوه. استمروا معايا وحطوا لايك، وما تنسوش اللايك عشان يوصل لكم مني كل جديد. واستنظروني حبه، هاجي لكم. ودلوقتي حبايبي الحمد لله فطرنا، وقمنا بقى عشان نتبل الفرخه. تتبيله الفراخ المشويه، التتبيله الخطيره بتاعتي. نبدا بايه؟ نبدا بطماطميه كبيره، وبصلايه برضو متوسطه، يعني طماطميه متوسطه، قرن فلفل اخضر. عاوزه تحطي توم، حريتك الشخصيه، انا ما بحبش احط عليها توم، بس ده طعم حلو. انا حطيت بودره توم. ففي التوابل يعني ايه بقى؟ طبعا كمون، كزبره، قرفه، جنزبيل. بس القرفة والجنزبيل والزعتر ربع معلقة بس، وبابريكا، وبهارات فراخ، وفلفل اسمر، وسبع بهارات، وايه اللي وقع جوه حته بتاع ده، السبع البهارات، ودي بودرة ثوم، وده ملح. طبعا في التتبيله دي بتتحط معلقتين زبادي، بس انا ما عنديش زبادي. ممكن ربع كوبايه لبن، ما عنديش لبن. طب اعمل ايه؟ على طول ببقى عندي كيس بودره لبن بودره يعني. فهنحط معلقه كبيره لبن بودره في الخلطه.
طبعا. والفرخه نضفناها وغسلناها بالمحلول بتاعنا، ورحنا شلنا الجلد من عليها كده اهو، شلناها وخلينا نلزق فيها برضو، وجبنا السكينه عملنا لها تفتيحات كده لغايه الصدر من جوه كده اهو، 1 2 3 1 2 3. دي بقى هنحط جواها التتبيله. طبعا دلوقتي هنعمل ايه؟ يعني التتبيله دي الحاجات النواشف، يعني التوابل والبصل والفلفل والطماطم دي معروفه. هنحط عليها بقى ايه؟ السوائل، عصير ليمونه كبيره، ومعلقه دبس رمان. لو ما عندكيش مش مشكله خالص، انا عندي بظروفها يعني. وهنحط ربع كوبايه خل، وهنحط معلقتين زيت. بس هي دي التتبيله بتاعتها. طبعا في ناس بيحط لها معلقه عسل نحل او حبه سكر، برضو ما فيش اي مشكله. فدلوقتي هنضرب بقى كل ده في الكبه او في الخلاط او في المطحنه اللي انت عاوزاه يعني. وبعد كده هوريه لكم بعد ما اتضرب، وهنحط عليه كل التوابل دي، وهوريه لكم منظره عامل ازاي. دلوقتي يا حبايبي خلاص بعد ما اتضرب اهو، هنروح مفضينه. انا هفضي طبعا كل دون بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو هفضيه مع نفسي برضو. وهنحط بقى عليه البهارات، وهنحط عصير الليمون، وهنحط معلقه دبس الرمان. لو ما عندكيش مش مشكله. انا عندي بقول لكم، انا يعني بجيبها تقعد عندي بالسنه، وانا عادي الليمون والخل بيغنوا برضو، بس بيديها طعم احلى يعني. وهنحط قد ايه؟ معلقتين كبار خل، وهنحط معلقتين زيت بس كده، وهنقلب كله ببعضه كده. ودوقيها بقى على طرف لسانك كده اهو، نشوفيها لو محتاجه ملح تزودي ملح، لو مش محتاجه خلاص. انا هنزل بقى اللي في الكبه، وهجيب لكم وهوريكم هعمل ايه بالظبط في الفرخه. ودلوقتي يا حبايبي خلاص خلطنا اهو دون اللي هنتبل بيه الفراخ. وطبعا احنا ايه المفروض نحط معلقتين زبادي، بس ما عنديش زبادي. طب لبن؟ ما عنديش لبن. عندي كيس لبن بودره، هنحط معلقه تديها طراوه، معلقه كبيره يعني تلت الكيس. هو الكيس 3 معالق، انا هاخد بس تلته، وبعيني الباقي بقى بروح اعمل بيه حاجات تانية، وصفات تانية كتير يعني، مش بيخسر يعني. واروح مقلباه كده اهو. وجايبه الفرخه بقى اهو، دي الصينيه اللي هنسوي فيها، ودي الازازه اللي هنحطها. مليت الازازه ميه، بس طبعا احنا مش هنحطها دلوقتي، انا هسيبها تتبل اقل حاجه ساعتين. ولو انت هتعمليها من بالليل يبقى احسن يعني. بص هنروح فاتحينها كده اهو، وهنروح ايه دلقين عليها كده اهو التوابل. يعني احنا بنعمل في نفس الصينيه عشان ما ندهولش صينيه تانية، هنخليها تتنقع في الصينيه. وبعد كده بقى ايه نبقى هنحط الازازه فيها، وهتشوفوا هنعمل ايه بالظبط. عشان خاطر يعني في ناس كتير هتقول لا الازازه بتفرقع. بصراحه انا اول مره اعملها ومرعوبه، بس انا مرات ابني عملتها لنا في رمضان، والازازه ما فرقعتش يعني. فكنت عماله اقول لها ازازه ايه، وفي اول مره والله اعملها، فقلت اجربها معاكم. نحط بقى الحشوه جوه كده، بصوا جوه الفرخه من جوه كده، ونحاول تدخلي ايديك كده اهو. انت بتعملي لاهل بيتك عادي، ما اللي بيقول يع واوف ومش عارفه ايه، اتفرجي على الفيديو بس ما تقوليش يع وحطي لايك. هنحط بقى كل التتبيله اهي، بصوا نسيبها بقى منقوعه كده اهو ساعتين. ونحاول ايه نحط نجيب من العصانيه كده ونحط كده. وكمان ساعتين هجيلكم اقول لكم بقيه الخطوات ايه، وهنعمل ايه بالظبط ايه، وهنحطها ازاي حبه، وهرجع لكم تاني ساعتين وهرجع لكم تاني. والرجيم السحري يا حبايبي مفيش فواكه خالص في الرجيم. انا كنت مش مركزه لما كنت بعمل فيديو السمك المشوي، كنت فاكره اللي فيه، ونزلت فعلا جبت برتقال وجبت تفاح، بس للاسف طلع مفيش فاكهه. فانا كنت خلصت الفيديو، بس انا هتكلم برضو في الفيديو. هدخل كده ايه، بنتي لسه ما نزلتوش يعني، بعمل الفيديو ده والفيديو التاني لسه ما نزلش، عشان عاوزه انزل الفيديوهين ورا بعض. هقول برضو في نص الفيديو في حته في الاخر يعني اللي الفواكه ممنوعه في ال3 ايام دول، اي حاجه فيها سكر ممنوعه.
فواكه بقى، عيش، مكرونات، رز، كله بروتين وخضروات. هو كده الثلاث طقات يعني. فايه ساعتين كده تتبل وهرجع لكم تاني. دلوقتي يا حبايبي خلاص سيبنا الفرخه ساعتين، اقل حاجه سيبها ساعتين، ولو عاوزه تبيتيها يكون احسن. فطبعا في التتبيله هي هنجيب الازاز الميه ونملاها. لازم الصينيه يبقى فيها ميه، وهي طبعا خرة ميه اهي. هنحط فيها بس ورق لورا، انا حطيت اهو، تعالي كده يا قروه، ورق لورا في قلب الصينيه. وهنجيب الفرخه كده، بس هحاول اكتف الفرخه. استني ثانيه واحده. انا زي ما بقول لكم اول مره اعملها، فاللصها بتلخمت، بس مرات ابني عملتها كتير وبتشكل فيها، وبصراحه انا اكلتها عندها كان طعمها تحفه. هنحط الازازه هنا كده في النص كده مليانه ميه، وهنحط الفرخه كده. الله وقفت. بصوا، ودي التوابل اهي. هتروحي جايبه حبه توابل كده وتروحي حاطه عليها كده. فاول تجربه ليا في الفراخ المقزازه، لو سمعتوا انفجار هقول لكم المشروع فشل. لا بس ان شاء الله مش هتنفجر ولا حاجه. نروح بقى ايه مسحين كده الصينيه، دهولنا الدنيا هنمسحها، ونجيب نص كوبايه ميه ونحطها فيها بس. وهنولع الفرن بقى ونحطها على الفرن كده، نولعها يعني الفرن عادي اكنك بتعملي صينيه بطاطس. يلا بينا بقى نعمل بقى جنبها ايه، كيس مكرونه ليهم، لان انا مش هاكل مكرونه، هعمل لهم كيس مكرونه وامر لله. يلا بينا كده يا حبايبي. ولعنا الفرن وحطيناها اهو، نزلنا الرف الاول رف كده، هو اخر رف عندي كده، يا دوب الفرخه جت فيها لان الفرخه طويله شويه. فهوريها لكم بقى بعد ما تستوي وقعدت قد ايه بالظبط. ودلوقتي يا حبايبي طلعنا الفرخه المشويه، تحفه تحفه تحفه، وداع للشيء الفراخ المشويه. اول مره اجربها في الازازه. وبص الازازه هي سخنه شويه، بس ايه احاول اوريكم الازازه اهي فيها بواقي ميه اهي، شايفين الميه والصوص بقى اللي نزل منها. تعالوا بصوا يعني، بصوا الصوص بصوا ده طعمه تحفه. ده بقى لو حد مش عامل دايت يغمسه بالعيش، او ممكن يتحط فيه بطاطستين ويتعمل صينيه، لان ده صوص، او يتغمس بعيش كده اهو. والفرخه ما شاء الله بصوا، انا هوريها لكم كلها على بعضها. الظهر بصوا شكلها تحفه. وبصوا اهم حاجه الصدر استوى. بصوا اهم حاجه يعني تختبر ازاي اللي الصدر يدخل ويطلع. بصوا اللحم بتاعها ابيض ازاي. انا مش عاوزه اشوهها عشان خاطر لما يجوا ياكلوا بصوا، لانها سخنه جدا مش عارفه اقطعها. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، تالت يوم معايا من الرجيم السحري. انا هاكل لي حته فرخه مع حبه سلطه، وهم هياكلوا، انا عملت لهم مكرونه، هم هياكلوا مكرونه وفراخ مشويه. والصوص انا ممكن، انا عندي كوسيتين في التلاجة، ممكن اسوي فيهم كوسيتين كده اهو، واكلهم جنب حته الفرخه بتاعتي، وجنب ايه جنب طبق سلطه. والعشاء بتاعي هيبقى كوبايه زبادي وعصره ليمونه، لا اما بيضه مسلوقه او بيضتين مسلوقين وحته جبنه قريش وخياريه. هو تالت يوم. ومن اول بكره بقى هبدا الصيام متقطع، اللي هو هيبقى وجبات عاديه جدا، فطار عادي، بس طبعا هقلل النشويات. مش هعيش نفسي في رجيم قاسي عشان ما يجيليش اكتئاب، لان الثلاث ايام السحر دول لو عشت عليهم جسمك مش هيحرق. هم 3 ايام، ده رجيم سالي فؤاد. وشكرا يا سالي فؤاد، انا استعملت الرجيم ده من سنتين، والله جاب معايا نتيجه جامده. انا كنت 130 كيلو، نزلت ل 95، وبعد كده بقيت الخبط في الاكل، بقيت انزل واطلع دلوقتي انا ثابته على 109. فلازم عشان احرق لازم اعمل ال3 ايام السحر دول، اللي هم خضار وبروتين وكوبايه ميه معصور عليها نص ليمونه على الريق، ومعلقه عسل ابيض. لو هبتي تاكلي بلحايه بس ما تاكليش فواكه. فلو عجبكم الفيديو يا ريت تحط لايك للفرخه الاموره دي، واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودي يا حبايبي بعد ما طلعتها من الازازه، بصوا ما شاء الله، بصوا الفرخه بصوا اتفتحت ازاي، بصوا ما شاء الله. وبصوا الميه انا مش قادره امسكها عشان سخنه.
بصوا هي عماله تطلع دخان، الميه اللي انا كنت حطاها زي ما هي، بصوا، والازازه اهي ولا فرقعت ولا اي حاجه. ونزلت الصوص كلها هي، بس انا زودتها نص كوبايه ميه وهي في الفرن، وبقيت اخد من الصوص واحط لها بالكبشه كده اهو عليها وهي في الفرن. قعدت قد ايه في الفرن؟ قعدت بتاع ساعه وربع. بس انا يعني انا اول مره اعملها، هي المفروض تقعد ساعه، عشان كده اتحرمشت شويه، بس الحرمشه بتاعتها مش حرق، ده حرمشه حلوه، احنا بنحب الحرمشه دي. فطبعا ايه، لو كان عجبكم الفيديو انا بقى نكمل بقى، نحط لايك، يلا.